مش راضي عن صحتك اتفرج على الفيديو ده. عنوان فيديو نزلته كده من كام يوم وعمل يعني صدى رهيب. كم الناس اللي اتفرجت على الفيديو وكتبت لي تعليقات عليه وعملت له شير. يمكن اكتر فيديو نزلته، مع اني بقالي ممكن عندي الفيسبوك بيج دي من سنة 2015، بقالها 7 سنين، او دلوقتي بقالها مثلا بقالها 7 سنين. وفي 7 سنين دول ده اكتر فيديو اخد اقبال. ففهمت بقى واستوعبت ان موضوع الصحة ده هو كأنه موضوع كده بيلح على كتير مننا، تعب ناس كتير مننا. وبالتالي فكرت ان انا ابتدي اعمل زي ما الناس كده طلبت في التعليقات، ان انتي شاركينا فيديوهات اكتر ازاي نهتم بصحتنا. قعدت كتبت كده ازاي انا اهتميت بصحتي من اول سن ال40، زي ما انا كنت شرحت ان انا مع سن ال40 كنت متضايقه قوي من حال صحتي، وعملت خطه ان انا 10 سنين كده من ال40 ل50 لو في العمر بقيه، ان انا اكون اهتميت بصحتي، وان انا اطلع وانا في سن ال50 اقول انا صحتي احسن من سن ال40. فقعدت كتبت كل الحاجات اللي عملتها كده خلال ال7 سنين اللي فاتوا، من ال40 ل47. وفكرت ان انا هعملها، هشارك فيديوهات قصيره كده، اشارك مع الناس كأن فيديو كده تيبس ازاي ممكن نهتم بصحتنا، ممكن بخطوات فيها منها بسيطه قوي، وممكن خطوات منها لا محتاجه ممكن مثابره وصبر واستثمار كده. طيب النهارده الفيديو انا هشرح بس 3 حاجات كمقدمه كده للفيديوهات اللي انا هعملها بعد كده القصيره. عشان اهتم بالصحه كاني اخدتها على 3 مراحل. اول مرحله هي مرحله الفيكسنج او الاصلاح، ان كان في حاجات تعبانه، فانا احتجت ان انا كاني الاول احدد ايه اللي تعبان في جسمي ومحتاج اصلاح. وقتها كانت عندي اسناني كانت تعبانه، كان عندي مشكله في القولون، كان عندي مشكله في ظهري. فكاني في الاول بحط الاول ايه الحاجات اللي كانها فيها مشاكل فعلا وكانها محتاجه علاج. فمرحله الفيكسنج ده اول حاجه. تاني حاجه، بعد ما خلاص اخدت فتره اشوف ايه اللي فعلا تعبان ومحتاج علاج وعالجته، المرحله دي ممكن اخدت 2 سنين مثلا. بعديها ابتديت اقول مرحله المينتننس، ازاي ان انا احافظ على الحاجات اللي موجوده. فانا محتاجه بقى افهم ايه الكشوفات الدوريه اللي انا محتاجه اعملها عشان افضل كانها الصيانه. زي ما كده الواحد بيكون عنده عربيه وبيوديها التوكيل عشان يعمل لها صيانه، في فرق بين لما العربيه فيها حاجه بايظه رايحه اصلحها، وفي فرق بين ان انا بعمل لها الصيانه الدوريه. فابتديت بعد ما خلصت مرحله الفيكسنج دخلت في المرحله الثانيه بتاعه المينتننس، او اللي هي كانها الصيانه الدوريه من غير ما اكون بشتكي. فسالت امي كده ايه اللي انا محتاجه اعمله عشان ابقى بصون جسمي كده بشكل دوري. وابتديت بقى ادخل في مرحله ان انا اعمل الصيانه الدوريه. فاحط كده ان انا كل 6 شهور هروح لدكتور السنان، كل سنه هعمل كشف مثلا على مثلا ماموجرام عشان مثلا السرطان، حاجات بقى مختلفه كده ان انا امشي بيها كانها مينتننس. بعد ما ابتدت موضوع المينتننس ده يدخل بشكل دوري اللي هي كانها الصيانه الدوريه، دخلت في المرحله الثالثه واللي هي بنسميها البريفنشن او الوقايه. فكأني بقى ابتديت بقى اتعلم ايه الحاجات اللي ممكن تقيني من امراض ممكن تيجي مع الكبر. فابتديت اشوف كده هو ايه الامراض اللي بتيجي مع الكبر، مثلا مرض زي الزهايمر، او امراض مثلا زي حد ممكن يبتدي ينشط عنده جين السكر، لان انا ممكن في تاريخ مثلا عيله بابايا في مرض السكر. فابتديت اشوف ابتديت اتعلم او اقرا بقى، احاول افهم ايه اللي ممكن كاني لو انا عملته دلوقتي باختيارات، بعادات اكل مثلا، بعادات نوم، بعادات رياضه، ممكن يساعدني ان انا اتجنب الوقوع في امراض في المستقبل. ودي كانت مرحله البريفنشن. دي مرحله بقى ابتديتها بعد ما خلصت مرحله الفيكسنج، وبعد ما كاني انتظمت في مرحله المينتنس. فمرحله المينتنس اللي هي الصيانه الدوريه هي مش حاجه انا خلصتها، هي حاجه انا بقيت كانها في خطتي السنويه. فانا عارفه ان انا خلال السنه بعمل مثلا تحليل دم كذا مره في السنه، عارفه انا بعمل كشف عند دكتور السنان كذا مرتين في السنه، عارفه انا بعمل كشف مثلا كامل مره في السنه. فده المينتنس اللي انا بقيت ثابته عليه. انما مرحله البريفنشن، المرحله دي بقى مستمره لان كم العلم فيها رهيب، والحاجات بقى مختلفه، ان كأن كل واحد فينا على حسب الخريطه الجينيه بتاعته. فممكن حد يكون معرض اكتر ان هو يجيله مرض مثلا لا قدر الله زي امراض السرطان، او حد ممكن يكون بيجيله امراض في المفاصل، او حد ممكن له دعوه مثلا بالسكر. ليه؟ لان دي الخريطه الجينيه بتاعت عيلته. فبالتالي لو هو لسه الحاجه دي ما ظهرتش عنده، هو بايده باختيارات الاكل، باختيارات الصحيه، الرياضه، اللايف ستايل، اسلوب الحياه، انه كانه
يخلي الجينات دي خامله او خامده، ما يفعلهاش، ما ينشطهاش، فبالتالي يتجنب الوقوع في الامراض دي في المستقبل. فدي المرحله اللي انا فيها حاليا. بسعى ان انا كاني احسن جوده نومي عشان اتجنب مثلا امراض زي امراض الزهايمر مثلا وديمنشيا وكده. ومثلا ان انا بحاول ان انا اخد بالي من اكلي مثلا بشكل صحي عشان اقلل مثلا الاحتماليه بتاعت ان انا يجيلي مرض السكر. فدي مرحله البريفنشن. فاحنا هناخد صحتنا ازاي؟ اول حاجه مرحله الفيكسنج، ان انا اصلح الامراض اللي موجوده دلوقتي. تاني حاجه ان انا اعمل المينتنس، الصيانه الدوريه. تالت مرحله ان انا ابتدي اشوف البريفنشن، ازاي ان انا ممكن اتجنب ان في المستقبل يجيلي امراض. هل الموضوع دوت اخد مني وقت قليل؟ لا، انا ابتديته من 7 سنين، اكتر من 7 سنين بقى دلوقتي، يعني 7 سنين وكام شهر. وهو انا بحطه كانه اول اولويه عندي، فهي اكبر اولويه عندي هي صحتي. وبجدد نيتي فيها، وبجدد نيتي ان انا بعمل كده عشان فعلا تبقى صحتي كويسه، عشان اقدر انفع الناس اكتر، وعشان اقدر اخدم عيلتي احسن، وعشان اكون قدوه لاولادي. ومش بس كده، بفكر كده ان هو لما انا دلوقتي بهتم بصحتي دلوقتي، ما هو انا برحم الناس اللي حواليا بعد كده. كام حد فينا تعبان لان عنده ممكن حد كبير في السن متكل عليه او صحته تعبانه، فحياته كلها اتلخبطت بسببه. يعني احنا احيانا بنتخيل ان الاهتمام بصحتنا كانها انانيه. لا، هي الاهتمام بصحتنا هي قمه العطاء للاخرين، ان احنا نهتم بصحتنا عشان نبقى في المستقبل صحتنا كويسه، فنقدر نستمتع بيهم، ونقدر ممكن نساعدهم، وما نبقاش عالة على حد تضغطهم. فخلينا كده نجدد نيتنا في السنه الجديده، وباذن الله اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله تنزل كده تباعا قصيره، وتكون فيها تيبس، يعني خطوات كده ازاي نهتم بصحتنا، سواء بقى مرحله الفيكسنج او المينتنس او المرحله اللي بعديها بتاعت البريفنشن. يومكم سعيد.